اجوا ولاد بنتي وقالوا لي يا تيتا بتعملي لنا الشوكولا الترند، تكرم عينكم يا تيتا وهيدا احلى شوكولا. وهلا حنعمل الشوكولا الترند يلي فينا نستخدمه باكثر من طريقه، بكاسه مزينه، ببرش الشوكولا الملون او جوز الهند او الفستق الحلبي او حيلا شيء انتم بترغبوا، او حتى مع طبقتين من البسكوت والولاد كتير حبوها. بالبداية بدنا 150 جرام شوكولا، نبرشن منيح ومنحطن على جنب، وفيكن انتو تستخدموا حيلا شوكولا بتحبوها. وهلأ بطنجرة مناسبة منحط 500 جرام حليب كامل الدسم يكون بحرارة الغرفة، ومعلقة كبيرة زبدة والشوكولا يلي برشناها، و200 جرام من بسكوت الشوكولا، منحركن كتير منيح مع بعض حتى نتأكد انه البسكوت والشوكولا دابوا مع الحليب. ويلا نروح فيهن على الغاز. وعلى نار وسط منضل نحركهم حتى يتقل القوام ويتماسك منيح. بمعلقة مناسبة منحركن على الأطراف والوسط حتى ما يلزقوا بالطنجرة. هلأ مننقلن على وعاء تاني. ونبلش نضربهم بالخلاط. أنا استخدمت الهاند بلندر، إذا منه متوفر فيكن تستخدموا أي خلاط عندكم. أهم شي نضل نضربهم بالخلاط حتى يصير القوام أطرى مثل ما عم تشوفوا بالصورة. الشوكولا هلأ صارت جاهزة، فيكن تعبوهم بمرطبانات وبنعمل منهم ساندويشات للولاد، بيكون كتير لذيذ وصحي أكتر. وأنا كمان بحطه بكاسات بزينه ببرش الشوكولا الملون أو برش جوز الهند أو الفستق الحلبي. انتو زينوه مثل ما بتحبوا، صدقوني الطعم لا يقاوم بجميع الحالات. وكمان بطبقتين من البسكوت حيكون كتير لذيذ ومميز للأطفال وللضيوف. إذا بعدكم معنا بالفيديو بتشكركم من كل قلبي، اتمنى تشتركوا بالقناة وتكتبوا لنا بالتعليقات إذا عجبتكم الوصفة، وشكرا من القلب.